مستشار قضايا الدولة مناقشته للتعديلات الدستورية ومستقبل العدالة في مصر، وذلك بحضور المستشار عزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة وأغلب رجال القضاء ورؤساء أندية القضاء. وقد أكدت توصيات المؤتمر الثالث لآفاق التعديلات الدستورية على دستور مصر، والذي عقد بنادي مستشار هيئة قضايا الدولة على مدى يومي أمس واليوم، أهمية الحفاظ على اختصاصات جميع الهيئات القضائية وتحصينها بنصوص دستورية تحقق لها التفعيل وتغلق كل باب للتغول عليها مستقبلا، بما يهدد بإهدار مكتسبات الشعب المصري التي حققها بثورتين مجيدتين في يناير 2011 ويونيو 2013. وتضمنت توصيات المؤتمر أهمية أن تكون نصوص باب السلطة القضائية محققة لمزيد من التمكين للهيئات القضائية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد وحماية المال العام، بما يضمن الحفاظ على أواصر الاحترام والتقدير والتعاون المتبادل بين أعضاء الأسرة القضائية بكافة هيئاتها دون إقصاء أو تهميش لأي منها. وأضافت التوصيات ضرورة التأكيد على هوية الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بكافة انتماءاتها العربية والإسلامية والإفريقية، وضمان الاستقلال للأزهر الشريف وإعلاء قيم الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن. وأشارت توصيات المؤتمر إلى أهمية منع كل صور التمييز مع ضمان الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته، وأن تخرج التعديلات الدستورية موضحة لمسؤوليات الدولة في مجال العدالة الاجتماعية، وبخاصة الفئات المهمشة التي آن الأوان لتعويضها عن معاناتها طوال السنين الماضية. كما دعا المؤتمر إلى إعادة النظر في التعديلات التي تعطي الفرصة لزيادة الفساد وإهدار مبدأ الشفافية والنزاهة، وعلى الأخص المادة رقم 167 المقترحة والخاصة بهيئة قضايا الدولة، والمادة رقم 168 بهيئة النيابة الإدارية، وكذلك الاقتراح بإلغاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد، لأن هذه المقترحات تعيق خطوات الإصلاح الشامل وتزيد من تردي البلاد في مستنقع الفساد، وذلك بحسب ما تضمنته توصية المؤتمر. وتضمنت التوصية أيضا إعلان هيئة قضايا الدولة تمسكها بنص المادة رقم 179 من دستور 2012 المعطل والمتعلق بالهيئة واختصاصاتها، ورفضها لثمة تعديل أو انتقاص بمقترحات لجنة العشرة، وذلك تفعيلا لدورها في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة الناجزة.